الفترة اللي فاتت اتكلمنا مع بعض عن التغيير في السر، عن إن مش كل خطوة في حياتنا لازم تتحكي، ومش كل حاجة جوانا لازم الناس تعرفها. اتكلمنا عن إن في أمور لو اتقالت بدري بتبوظ، ولو اتحكت لكل الناس بتشتتنا. وعرفنا إن في نوع من التغيير لازم يعيش في الهدوء والسر بعيد عن العيون علشان يكبر ويكمل. بس بعد الفيديو ده جاتلي أسئلة كتيرة قوي، وأكتر سؤال اتكرر كان هو: طب أنا فعلا عايزة أتغير بس مش عارفة استمر، مش عارفة أبدأ إزاي، ومش فاهمة أعمل إيه علشان مرجعش لنقطة الصفر من تاني. كتير ببدأ وأحاول إن أنا أتغير، ولكن باجي في النص أكسل وما أقدرش أعمل حاجة. ويمكن السؤال ده جالي من بنت بدأت فعلا خطوة أو اتنين، وبعد شوية تعبت أو زهقت أو خافت ترجع زي الأول. وجاي من واحدة كمان كل ما تبدأ توقف وترجع تلوم نفسها. الفيديو ده معمول علشان نفهم مع بعض يعني إيه تغيير، ويعني إيه أستمر، وإزاي نبدأ صح، وإزاي نكمل بهدوء للآخر، وإيه الخطوات الأولى اللي المفروض أي بنت تاخدها علشان تدخل رحلة التغيير من غير ما تضغط على نفسها، ومن غير ما ترجع كل شوية لنقطة الصفر من تاني. والموضوع ده مش عبارة عن سباق ومش تحدي، ولا مطلوب منك تطلعي منه شخص تاني. المطلوب بس إنك تطلعي فاهمة نفسك أكتر، ومطمنة وعارفة تمشي خطوة وبعدها خطوة لحد ما توصل للنتيجة اللي انت نفسك فيها. لو حاسة إن السؤال ده شبهك كملي معايا للآخر. ودلوقتي محتاجين نفهم مع بعض ليه أغلب الناس بعد ما تبدأ بترجع لنقطة الصفر من تاني، أو بتكسل أو ما بتكملش. مش لأنهم ضعاف، لكن لأنهم فاكرين إن التغيير حالة مش أسلوب حياة. أسباب الرجوع هي: 1. استعجال النتيجة. 2. مقارنة نفسك بغيرك. 3. فقدان الانبهار اللي انت بدأتي بسببه. 4. انك بتضغطي على نفسك. اول ما التغيير يبقى شيء عادي الناس بتزهق. مرحلة الخطر بقى اللي بتقابلك في نص الطريق أخطر مرحلة في أي تغيير، مش البداية ولا الفشل، لكن نص الطريق. وعلامات المرحلة دي بيبقى عبارة عن ملل وفتور وإحساس إنك مش بتتقدمي، وأفكار: هو أنا بعمل إيه وهعمله ليه وإيه الفايدة من اللي أنا بعمله. منتصف الطريق ده مش دليل إنك غلط، ده دليل إنك صح. وهنا لازم تعرفي إن اللي بيخليك تكملي مش الحماس اللي بيكون في البداية، لكن النظام والترتيب وتحديد الأولويات. طيب إزاي تحافظي من غير ما تضغطي نفسك؟ الفرق بين الانضباط والقسوة: الانضباط بيساوي احترام لنفسك، أما القسوة فهي كره لنفسك. اللي بيكره نفسه عمره ما هيكمل في الحاجة اللي هو بيعملها. وانتي مش هتكرهي نفسك بشكل مباشر، ولكن هتبقي حابة منطقة الراحة، حابة الكسل، حابة ان انتي ما تعمليش حاجة، مش عايزة تتقدمي في حاجة، شايفة ان اي مجهود هتبذليه هيبقى مجهود رايح على الفاضي. وأهم نقطة في كل الحاجات دي انك تحتفظي بالتغيير لنفسك. كل ما تحكي اكتر كل ما هتتشتتي اكتر. الكلام بيدي لعقلك احساس زائف بالانجاز، واللي بيسمعك مش دايما بيكون بيتمنى لك الخير، ممكن يكون بيقارن بينك وبين نفسه. وفي ناس بدون قصد ممكن تقلل من انجازنا، او ما عندهمش ثقة فينا اننا نقدر نكمل للاخر. فعلشان كده خلي شغلك في الهدوء، والنتيجة زي ما قلنا قبل كده كتير هي اللي تتكلم عنك. التغيير الحقيقي مش دايما بيكون باين. ممكن تكوني احسن ومش سعيدة طول الوقت، ممكن تكوني مستقرة بس مش مبسوطة قوي، وده طبيعي جدا يحصل في حياة اي حد. الثبات على النظام احسن بكتير من الحماس اللي بيجي شوية وبيروح. طيب هتعملي ايه لما تيجي الايام اللي انت بتضعفي بيها؟ هتيجي عليكي ايام وهتكسلي وهتتعبي وهتشتاقي لنسختك القديمه اللي مرتاحه وما عندهاش اهداف وعايشه اليوم بيومه وخلاص. هتعملي ايه ساعتها؟ هترجعي للاساس، هتبسطي اليوم وهتمنعي جلد الذات. الوقت ده هو الوقت اللي بتحتاجي فيه الورقه والقلم بتوعك، اللي ساعتها بتكوني كاتبه فيهم الهدف بتاعك والاسباب اللي خلتك تختاري الهدف ده بالذات، والنتيجه اللي انت حابه توصلي لها. ودي كافيه ان هي تحمسك 180 درجه في الوقت اللي انت بتكوني فيه فاقده كل حاجه. ومهم جدا انك تعرفي ان النجاح مش خط مستقيم. التغيير الحقيقي فيه طالع وفيه نازل، بس الفرق انك دلوقتي بتفهمي نفسك مش بتحاربيها. طيب في سؤال مهم هنا هيجيلنا: لو انا فاقده الشغف ومش قادره اتحرك اعمل ايه؟ في بنات كتير قوي مش مشكلتها انها مش فاهمه ولا انها مش عايزه، مشكلتها انها فاهمه كل حاجه بس مش قادره تتحرك. افكار كتير في دماغك وخطط واحلام وقوائم طويله، بس لما تيجي تعملي اي حاجه تحس ان جسمك تقيل وكانك مربوطه من جواكي. ودي من اكتر الحاجات اللي بتخلي البنت تكره نفسها وتفتكر انها كسوله او ضعيفه او فاشله. بس خليني اقولك حاجه مهمه قوي: انت مش كسوله، انت بس مرهقه.
طيب ليه بيحصل معانا كده؟ لأن العقل سابق الجسم والروح متأخرة، ولأنك فكرتي أكتر ما عملتي وضغطتي على نفسك أكتر ما استحملتي. كتر الأفكار من غير فعل بيخلي عقلك يبذل مجهود وكأنه قام بالحاجة دي حرفيا، وعلشان كده بيجيلك وقت وتكسلي وتبقي مش قادرة كأنك عملتي مليون حاجة وانت ما عملتيش ولا أي حاجة. وهنا أول حاجة لازم تعمليها إنك تبطلي تحاولي تعملي كل حاجة. أكبر غلطة بنقع فيها إننا لما نحس إننا واقفين نقرر نتحرك بقوة، وده بيخلي الجسم يقفل أكتر. التغيير مش محتاج قوة، محتاج أمان. الخطوة الأولى الصح هي حركة صغيرة جدا. مش عايزين إنجاز مرة واحدة ولا نجاح كبير ولا بداية قوية على طول، عايزين حركة بسيطة ولكن مستمرة. ودلوقتي في سؤال مهم جدا هنطرحه على نفسنا، لو احنا عندنا هدف وعايزين نتغير بجد نعمل ايه؟ طيب خلينا نفترض انك دلوقتي عندك هدف او حاسه انك عايزه تتغيري للافضل وخلاص، بس ما عندكيش خطه معينه. اول واهم حاجه لازم نبدا بيها قبل اي تنظيم وقت او قبل اي تخطيط هي نومك. ظبطي نومك والباقي هيتظبط لوحده. صدقيني مفيش تغيير حقيقي بيبدأ من غير نوم مظبوط. لما تنامي بدري وتصحي بدري فجأة اليوم بيطول والدماغ بتفوق والطاقة والنشاط بيزيدوا، حتى لو مش حاسة بده في الأول. النوم مش كسل، النوم ترتيب للعقل. بعد ما هتنظمي نومك هتنظمي وقتك، وانت عندك هدف ما ينفعش يومك يبقى سايب. لازم تعرفي هتعملي ايه امتى وهياخد منك وقت قد ايه. مش مطلوب جدول معقد ولكن مطلوب وضوح. قسمي الهدف لحاجات صغيرة. أكبر سبب بيخلي البنت توقف إنها تبص للهدف كله مرة واحدة. الهدف الكبير بيتاخد حتة حتة، مهمة صغيرة في مهمة صغيرة تخلص بسرعة من غير ضغط. كل ده هيوصلك لهدفك اللي انت بتحلمي بيه. كل مهمة صغيرة بتخلص بتديكي دفعة قوية إنك تكملي المهمة اللي بعدها وهكذا لغاية ما توصلي. بعد كده هترتبي أولوياتك. مش كل حاجة في يومك بنفس الأهمية، في الأهم وفي المهم وفي الأقل أهمية، وفي حاجات كمان ممكن تستغني عنها خالص. ابدأي دايما بالحاجة اللي هتفرق معاكي حتى لو كانت تقيلة شوية. وبعد كده مهم جدا انك تراقبي وقتك بيروح فين وبيجي منين. اسألي نفسك بصدق، ايه اكتر حاجة بتسحب وقتي من غير فايدة؟ هل هو موبايل، سوشيال ميديا، كلام في التليفون مع اصحابي؟ بس خلينا اقولك حاجة مهمة، ما تقطعيش مرة واحدة. التغيير المفاجئ العقل بيرفضه. لو السوشيال ميديا مأثرة عليكي ما تمسحيهاش فجأة، ولكن قللي وقت استخدامك ليها من ساعة لنص ساعة لربع ساعة ل10 دقايق وهكذا، واحدة واحدة لغاية ما تبطلي خالص، علشان ما تحسيش انك بتتغيري فجأة وانك شخص جديد غصب عنك وترجعي أسوأ من الأول. بعد كده هتشوفي هدفك محتاج ايه. الهدف اللي في دماغك محتاج ايه علشان يتحقق؟ هل محتاج معلومات، محتاج مهارة، محتاج تعليم؟ لو ما عندكيش معلومات ابدأي جمعيها من يوتيوب أو كورسات أونلاين أو حتى انك تقري عن الموضوع ده، وحددي وقت ثابت تتعلمي فيه وتكملي لغاية ما تتقني الحاجة دي بجد. بعد كده هتبدأي باللي في ايدك، ما تستنيش الإمكانيات المثالية ولا الظروف الصح. ابدأي باللي معاكي دلوقتي وربنا هيكرمك في الطريق، خطوة ورا خطوة وتطوير بسيط كل فترة لغاية ما تلاقي نفسك وصلتي لمكان ما كنتيش متخيلاه في يوم من الأيام. التغيير الحقيقي هو مش قرار مفاجئ ولا حماس يومين وبيروح. التغيير هو نوم مظبوط ووقت منظم وخطوات صغيرة بتوصلنا لهدف كبير وشوية صبر وطولة بال مع استمرارية. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة، بس كلامنا مع بعض عمره ما يخلص. استنوني في فيديو جديد قريب جدا. استودعكم عناية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.